بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بيكم النهاردة فيديو جديد وهيعجبكم جدا إن شاء الله. بقول لكم هيعجبكم جدا إن شاء الله لما بكون عاملة معاكم حاجات حلوة زي اللي أنا عاملاها النهاردة دي. النهاردة هعمل معاكم الرز بلبن على أصوله. افضل طريقه لعمايل الرز بلبن في البيت من غير ما تشتري من بره، ويطلع معاكي احسن من المحلات. لو حابه تتابعي معايا الفيديو للاخر اعملي لايك واشتراك في القناه وفعلي زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد ان شاء الله. وطريقه الرز بلبن طريقه سهله وجميله جدا، وسمي الله كده وتعالي اوريكي المقادير، مفيش اسهل من كده. بسم الله كده. معايا اول حاجه نص كوبايه من الرز الابيض العادي المصري. يكون معاكي نوع كده يكون كويس. ممكن تستخدمي رز الاكياس. وبعد كده نص كوبايه الرز دي انا هغسلها كويس وهصفيها، وبعد كده هبدا اضيفها عندي في الحله اللي انا هستخدمها. تكون معاكي كبيره شويه، تبقي عامله حساب ان احنا هنضيف اللبن، وكمان الرز معانا هيتضاعف لما يستوي. فتعملي حسابك ان تكون معاكي الحاجه اللي هتبداي تشتغلي فيها تكون معاكي اوسع واكبر، عشان تكملي وصفتك على خير ان شاء الله وتطلع معاكي جميله جدا. زي ما شفتي كده انا غسلت معايا نص كوبايه بس من الرز، وبدات ضفتها كده عندي. وهبدا اضيف عليها 3 كوبايات من الميه. 3 كوبايات من الميه دي، وده مبدئيا بس، لان انا عايزه اسوي معايا مقدار الرز دوت، اسويه تسويه كامله تماما، يعني يبقى ما يبقاش قصدي انه يبقى ناشف ولا حاجه، عايزاه يكون مستوي تماما، عشان كده وانتي بتاكليه يبقى دايب معاكي كده جوه اللبن وجوه المقادير كلها اللي هنحطها مع بعض. بس انتي تابعي معايا الفيديو للاخر وهيعجبك جدا ان شاء الله، وهتقومي حالا كده تقولي انا هجرب الوصفه دي، زي ما في ناس كتير شافت مني وصفه الجيلي وعجبتهم جدا وراحوا وجربوها على طول. النهارده برضو هتشوفوا معايا الرز بلبن وهيعجبكم برضو ان شاء الله. شوفي كده. انا بقلبه دايما باستمرار، تقلبيه كده على طول عشان ما يلزقش معاكي كده في الحله. فانتي باستمرار كده قلبيه، وكده انا شايفه ان هو لسه محتاج تسويه كمان. فهبدا اضيف برضو كمان كوبايه تانية كده من الميه، وبعد ما اضيفها كده بقى على كميه الرز اسيبها تاخد راحتها كده ويستوي الرز تماما خالص زي ما قلت لكم. وكل شويه كده بتشوفي كده كميه انها استوت معاكي ولا لا، بتشوفي كده بالمعلقه. انا شايفه انها كده خلاص بقت تمام معايا. باين جدا معايا اهوت في المعلقه ان الرز استوى تماما، وما فيهوش ميه كتير ولا حاجه. بتسيبيه لغايه ما يبقى استوى، وفي نفس الوقت كمان بيكون اتشرب الميه كلها. ودلوقتي بقى هنبدأ نجيب معانا اللبن عشان نضيفه حسب المقدار اللي موجود معانا. شفتي دوت مقدار الرز اتضاعف ازاي؟ كل دوت من نص كوباية بس من الرز. الرز انت عارفة ان هو بيتضاعف معاكي لما بيستوي. هبدأ بقى كده اضيف عندي 4 كوبايات من اللبن. ادي معايا كده اول كوباية ضفتها. فانت حسب المقدار اللي انت عايزاه، لو عايزه تزودي الكميه عن كده فانت بتضاعفي المقدار. مثلا هتعملي بدل النص، انا عامله نص كوبايه، انت مثلا حابه تزودي اكتر هتعملي انت كوبايه مثلا. اللبن انا ضايفه 4 كوبايات. فانت حسب ما انت عايزه بقى. الكميه دي طلعت معايا عدد الاطباق اللي انت شفتيها في بدايه الفيديو، هتشوفيها كمان تاني واحنا بنحضرهم وبنزوق معانا اطباق التقديم بطريقه جميله وحلوه تفتح النفس كده، ويكون بارد معاكي في التلاجة ويرطب على قلبكم ان شاء الله. الكلمه دي بحب اقولها لكم لان احنا بقى خلاص دخلنا في ايام الصيف وايام الحر. فثواني بس اقول لكم على الخطوه دي. ضفت بقى كده بعد ما ضفت 4 كوبايات اللبن، ضفت بعدها ايه؟ كوبايه من السكر. كوبايه من السكر هتخلي معاكي التحليه مظبوطه جدا. وهيبقى مسكر يعني، ولو انتي برضو براحتك. تحلية السكر دي بتبقى حسب ما انتي بتفضلي. ممكن انتي تكوني حابة سكر اقل، ممكن تكوني حابة سكر زيادة. فالموضوع دوت بيبقى براحتك انتي. تعالي كده جايبة عندي مج كده صغير عادي.
مج الشاي العادي. هبدأ اضيف كده 4 معالق من النشا، 4 معالق كده عاديين خالص، مش كلهم يعني مليانين على الاخر، يعني 4 معالق على 4 كوبايات اللبن. كل كوبايه بيبقى ليها معلقه واحده مثلا مقدار من النشا. ضفتهم كده، وهزود بقى كده عليهم شويه كده من الميه، ميه عاديه خالص وتكون ساقعه عادي من الحنفيه عادي، مش ساقعه متلجه ولا حاجه. وبتدوبيهم كده في شويه الميه دول، وبعد كده بتبداي تضيفيهم على المكونات بتاعتنا، عشان هي النشا دي هي اللي بتدي القوام الكريمي بتاع الرز بلبن. فكده دي الطريقة الأصلية خالص بتاعة الرز بلبن اللي كلنا متعودين عليها وعارفينها. بسيبه بقى كده لغاية ما يغلي معايا، وبرضو أكون بقلب باستمرار. ما ينفعش تسيبي الرز بلبن بالذات على النار من غير ما تقلبيه، تسيبيه يغلي كده فترة كبيرة ويكون ممكن بيلزق معاكي في الحلة. فبتقلبيه كده، وعايزاكي تسيبيه بقى كده لما يغلي. لازم يغلي، واقولك يغلي ليه؟ لان النشا لما الرز كده بيغلي بيخليه النشا تستوي، بدل ما تكون معاكي النشا كده تاكليها تدوقي طعم النشا. لا، بس الخطوه دي بقى انا ضفت كده 2 باكت من الفانيليا، خليتهم للاخر عشان يخلوا معاكي طعم والريحه تظهر معاكي كده في الرز بلبن، ويطلع معاكي جميل ان شاء الله. بصي كده معايا الخطوه اللي كنت بقولك عليها، ان هو يبدا يغلي كده معاكي، شايفه بالطريقه دي كده. الطريقه دي مهمه جدا لانها بتسوي معاكي النشا. يعني بدل ما تاكلي كده الرز بلبن ويبقى فيه طعم النشا كده مش مستوي، لا، الخطوه دي بتسويه تماما. تعالي بقى يلا نقدمه. تستوى كده، بتجيبي عندك بقى اطباق التقديم او الكاسات او الحاجه اللي انت حابه تقدمي فيها، بتكوني مجهزاها عندك كده على طول. يا دوبك بس كده انك بتبداي تضيفي المقدار لغايه ما تملي عندك الاطباق بتاعتك كلها، وبعد كده هنزينه مع بعض بطريقه جميله جدا وهتعجبكم ان شاء الله. وعايزه اقولك لو انت معايا لغايه هنا من الفيديو، ما تنسيش تعملي لايك واشتراك في القناه لو انت اول مره بتشوفيني. عايزه اقول لكم دلوقتي انا بسرع معاكم الخطوه دي عشان بس ما اطولش عليكم في الفيديو. بملى كده كل الاطباق بتاعتي، اطباق التقديم، وكده خلاص جهزتهم كلهم. احلى رز بلبن دوت ولا ايه؟ من ايد اكلات مصريه مع ام عبد الرحمن. عايزاكم بس تتابعوا معايا الفيديو للاخر ونشوف احلى تزيين لاطباق الرز بلبن اللي قدامكم الجميله دي. شكلها يفتح النفس وجميله جدا، وهنضيفها بعد ما تتزين في التلاجة، وهتطلع كده تبقى جميله ومتلجه وطعمها جميل. انا مجهزه عندي للتزيين جوز الهند، ومعايا كمان الزبيب. دول الاتنين دول هما افضل طريقه للتزيين. ولو انت حابه بقى تزيني باي طريقه تانية تعجبك مفيش مشكله، اللي تحبيه واللي تفضليه. ومع ان هو شكله كده جميل جدا، وطعمه وريحته، ريحه الفانيليا مخليه جميل جدا، واللبن طبعا تكوني ضايفه لبن جميل كده ويكون بلدي، مش لبن العلب دوت، لا تجيبي لبن عادي كده اللي هو من المحلات عادي. فبيدي معاكي طعم افضل واحسن. هنزين بقى الاطباق زي ما انت شايفه اهو، برش كده جوز الهند على وش الاطباق، وبعديه بنخلي جوز الهند هو الاول، وبعد كده بنخلي الزبيب بيبقى من على الوش، عشان جوز الهند بيعمل كده زي طبقه كده يحمي معاكي الزبيب انه ما ينزلش لتحت جوه الاطباق. فبيبقى على الوش كده، وبيدي معاكي شكل جميل في التزيين. وطريقه حلوه دي على طول، يعني احنا متعلمينها على طول من زمان. طريقه تزيين الرز بلبن بالجوز الهند والزبيب. مش عايزه اطول بقى عليكم، الخطوه دي خطوه بسيطه وسهله. وهكملها انا بقى كده بسرعه عشان تشوفوا في الاخر طريقه التزيين. وبعد كده بتضيفيه في التلاجة لغايه ما يبرد معاكي، وكده خلاص بيكون جاهز معاكي ان شاء الله. عايزه اقول لكم الرز بلبن دوت اكله جميله جدا،
ومن الحلويات السهلة والبسيطة اللي ما بتاخدش معاكي وقت خالص. انتي على طول بتقومي بتحضريها وبتسيبيها تبرد عندك في التلاجة. ومن من الحلويات اللي هي بتبقى بتقدري انك تعمليها في اي وقت، ممكن تعمليها في رمضان، في اي وقت، في اي مناسبة. آه، فيعني نوع حلويات جميل جدا، بتقدري تعمليه وتقدميه كده لضيوفك، بيكون جميل جدا وسهل. وبالهنا والشفا على قلبكم. كل اللي يقوم يجرب الوصفة دي على طول يكتب لي في التعليقات ويقول لي ايه رأيه، وعجبكم فيديو النهاردة ولا لأ. ولغاية هنا الفيديو بتاعنا خلص. اقابلكم تاني فيديو جديد ان شاء الله، واقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.